السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي. ايه رأيكم في العزومة الجميلة دي؟ عزومة بسيطة وجميلة وتحفة بصراحة ربنا. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ جمال أكلة سمك محترمة محترمة، جميلة وتحفة وبسيطة. والناس بصراحة ربنا قالوا لي تسلم ايديكي. الأكل طعمه تحفة. الأكل يا جماعة يا حبايبي مش بتكلفته، الأكل ببساطته وبطعمه وبالروح الحلوة اللي انت عملتيه بيها. ما تنسيش قبل ما تبدأي ولا تعملي أي حاجة تصلي على الرسول وتستغفري ربنا وتقولي توكالي واعتمادي عليك يا رب. ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس. ايه رأيكم بقى؟ شايفين مستوي وجميل وتحفة وشكله تحفة ازاي؟ بصراحة ربنا كانت عزومة سمك ولا كلمة ولا كلمة يا حبايبي. شايفين الجمال والرز مفرفر والحبة بحبتها ازاي والسلطة الجميلة وسمك جميل اهو. بص السمك اهو، دي سمكة يا حبايبي اسمها خنزيرة. قولوا لي بقى عندكم في بلدكم اسمها ايه؟ ودي باغة، دي خنزيرة ودي باغة وده كاسكومري. بصوا بقى الخنزيرة بتتنضف ازاي، بتتسلخ زي ما انتم شايفين كده. بتجيبها من عند الديل وتروحي شادة كده القشرة تروحي طالعة معاك على طول زي ما انت شايفة كده. شايفة بقت عاملة ازاي؟ وتروحي جاية بقى ايه ومقصقصة الديل والزعانف بتاعتها وكده. على فكرة السمكة دي اللي فيها ده مش شوك، نظام قراقيش كده. الشوك بتاعها نظام طري كده عامل زي القراقيش، لا بيعور ولا اي حاجة. حتى لو عيلك كل منها ولا حاجة ما تأذيهوش، لان الشوك بتاعها زي ما انا بقول لكم كده قراقيش. الشوكة الطرية اللي عاملة زي القرقوشة كده اللي بتبقى في الفراخ بتبقى في اللحمة، هي بتبقى كده. السمكة دي بقى ممكن تعملها شوربة، ممكن تعملها صينية، ممكن تقليها. بس بصراحة ربنا ما بتتشويش، هي بتتقلي وممكن تتعمل شوربة وممكن تعملها صيادية وممكن تعملها تدفنها في قلب الرز كده يعني. لان السمكة دي زي ما انا قلت لكم ما فيهاش شوك، نظام قرقوشة. حتى انت شفت في اول الفيديو وانا باكل منها. دلوقتي السمك ما بياخدش تنظيف زي ما انتم شايفين كده، بنضف بايديا وممكن بالمقص عادي، ما بياخدش تنظيف. وبغسل بطنه اول باول، انا بنضف وبغسل اول باول زي ما انتم شايفين كده اهو. شايفين تحت الحنفية على طول تغسلي وتنضفي اول باول، تفتحي البطن تحت الحنفية على طول. بس دي بقى بخش بالمقص في بطن السمكة واروح شايلة الخياشيم معاها زي ما انتم شايفين كده، واروح ماسكه البطن بقى امسكها ادعكها بصبعي كده يطلع كل اللي فيها. حته الدم اللي بتبقى في النص دي في سلسله بشيلها. شايفين بقى السمك؟ شايفين بطنه تحفه ازاي؟ الدقه دي يا حبايبي اللي انا كنت عاملاها معاكم في الفيديو بتاعي عباره عن ايه؟ عن توم وفلفل وكمون وملح بس فقط لا غير. الدقه دي انا عاملاها ببرطمان وحطها في التلاجة زي ما انتم شايفين كده. هو انا بعمل الدقه كده زي ما انتم شايفين وبحطها في التلاجة. تنفع بقى لسمك، تنفع لطماطم مخلله، بتنجان. بس بقى ما تحطيش ايديكي فيها، انا بروح مفضيه في طبق زي ما انتم شايفين كده واملح. دلوقتي ده كركم وكاري وفلفل اسود وحبه ملح ورحت ايه حطاهم على الدقيق. ودلوقتي انا بقلبه معاكم اهو عشان ايه اقلي السمك المقلي. بصراحه ربنا خلطه رهيبه، يا ريتكم تعملوها وتطبقوا الخلطه دي، بتودي السمك في حتة تانية. بصراحة السمك لما بتحط له كاري بيروح في حتة تانية خالص بصراحة ربنا. شايفين؟ انت تمسكي السمكية بقى الخنزيرة دي لازم تضغطيها في الدقيق كويس عشان ما تلزقش منك في الطاسة. لازم كده تضغطها كويس وتتك عليها كده بإيدك وانت بتضغطيها. هي هتيجي كبيرة على الطاسة، هتشوفوا دلوقتي هتعمل فيا ايه. بس انا برضو ايه ان شاء الله باذن ربنا هعملها. ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شايفين الجمال بقى؟ بصراحه ربنا طعمها حلو وطعمها مسكر اهو. شايفه؟ زي ما انت شايفه كده
حطيتها في الطاسة، ودلوقتي البغا هي بحطها في الطاسة التانية. أنا عشان أنجز بصراحة، أنا عملت طاستين ليه؟ عشان أنجز، عشان ما كانش عندي وقت، عشان الناس كانت هتيجي تتغدى وكده، وكنت مستعجلة بصراحة ربنا. شايفين؟ بس الأكل كان تحفة تحفة. الناس قالوا لي تسلم ايديكي تسلم ايديكي، تحفة، طعمه جميل. دلوقتي انا خدت زيت من بتاع السمك، ورحت فرمت بصلتين قطعتهم بايدي كده، ورحت مولعه عليهم على النار عشان يحمروا عشان اعمل الرز. ودلوقتي دي بطاطس وبصلايه وطماطمايه وعود خضره، وهاخد حته هريسه من بتاعه السمك دي احطها عليه. بصراحه ربنا كانت صينيه بطاطس بالسمك حاجه تانية زي ما انتم شايفين كده، وقرن فلفل. انا حبيت اوريكم بس عشان لو انت عندك عزومه يعني تطبقي الوصفه، تطبقي الاكل ده. مش شرط جمبري، مش شرط صوبيا، مش شرط كريمالي، على قدك. هم قالوا لي بصراحه احنا عايزين ناكلوا سمك، عايزين ناكلوا سمك من ايدك. قلت لهم حاضر من عينيا. ورحت نازله جايبه السمك من السوق، ورحت بقى بدات بقى. مش شرط ان بصوا الاكل يا جماعه يا حبايبي، مش شرط ان انت تكلفي نفسك، يعني على قدك. انت ممكن تعملي اكل بسيط يطلع احسن من اللي انت مكلفه نفسك، يعني التكلفه العاليه دي. مش شرط ان لازم تعملي جمبري، كريمالي، صوبيا، جميع انواع السمك، لا مش شرط. انت امشي على قدك. اهم حاجه ان انت تقومي بالواجب مع الناس اللي جايالك، تكوني قد الواجب. وبعدين الاكل ببساطته مش بتكلفته على فكره. انت ممكن تعملي حاجه بسيطه بس ربنا يبارك لك فيها وطعمها يبقى تحفه. دلوقتي انا جبت الخنزيره اديتها يعني نص سوا، ما رضيتش اسواها قوي، ورحت جايباها اديت البطاطس تشويحه، ورحت حطاها في صينيه البطاطس زي ما انتم شايفين كده، وجبت واحده بغا حطيتها معاها، وهحطها في الفرن بقى. بصراحه ربنا كان طعمها في حته تانية خالص، شرفتني ونورتني بصراحه. عملت اكل شرفني ونورني قدام ضيوفي. شايفين بقى الجمال ده؟ السمك الكاسكومري انا بشويه برضه، انا حشيته دقه. بصوا انا بشويه زي ما انتم شايفين كده، وبروح مطلعاه اهو. شايفين السمكه بقى انا بقليها ازاي؟ باخدها كده شويه واشدها كده شويه. شايفين بقى السمك المشوي في البيت ده طعمه بيبقى في حته تانية احسن من اللي بيجي من بره بصراحه. انا كنت مشغله عيون البوتاجاز كلها. شايفين بقى البصله احمرت، لازم تخش على حمار قوي عشان تديك اللون اللي انت عايزاه في الرز. ورحت بشره جزرايه ورحت نازله بيها. لو كان في فلفل الوان بقى كنت نزلت بيه، بصراحه ربنا بيخلي برضه طعمه تحفه، بس بصراحه ربنا ما كانش فيه. نزلت بفلفل اسود وملح وكمون على ميه الرز. ودلوقتي ده السمك اهو زي ما انتم شايفين كده. بقيت اخد بقى، شايفين لونه؟ ميه الرز غليت غسلت الرز ونزلت فيه، نزلت بالرز في الحله بعد الميه ما غليت. الميه ما بتغلي البصله بتديك اللون اللي انت عايزاه زي ما انت شايفه كده. شايفين بقى السمك المشوي؟ السمك المشوي يا حبايبي انا ما بحطش عليه غير ملح وشطه. بعمل كده خلطه ملح وشطه وشويه كمون واروح رش عليه، ما بحطوش في ميه. مش كل السمك اللي انا يعني بشويه واحطه في ميه، ده ما ينحطش في ميه، لان لحمته بتبقى طريه وطعمها مسكر بصراحه. انما الشبار انت تحطيه في ميه، ومش كل الشبار الكبير، لا الشبار الصغير ممكن تعملي له دقه كده بالخل والثوم والليمون وتحطيه في شويه ميه وشطه. لكن ده بصوا ملح وشطه وشويه كمون وبس، ما بحطش حاجه تاني. شايفين بقى الرز عامل ازاي؟ بصراحه ربنا كان تحفه وطعمه تحفه. الاكل كله ما شاء الله تبارك الله كان حاجه تانية اهو. بقى شايفين الجمال بقى؟ دي بطلع لكم البطاطس مستويه اهي. شايفين الجمال؟ ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس، وتكونوا وانت بتطبخي كده ذكر ربنا على لسانك. اهم حاجه ذكر ربنا على لسانك. شايفين بقى السمكه الخنزيره دي؟ اسمها خنزيره، شايفين؟ قرقوشه. ودي سمكه الباغا دي مقليه، وده السمك المشوي. بصراحه ربنا كلهم كانوا احلى من بعض، كلهم كانوا احلى من بعض. كل سمك كل حاجه لها طعمها، بس اهم حاجه ان هي كانت مسكره وحلوه قوي. شايفين الجمال بقى؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.